طبعا احنا بعد النتيجة اللي خلصت بثلاث أهداف لأورلاندو على استاد أبيجان، أصبحوا هم 8 نقط في المركز الأول. ونرجع نشكر صاحب الهدف اللي خلص علينا امبارح واللي حطنا في الورطة دي، محمد الشناوي، اللي هو الراجل اللي كان بيتكبر يقعد لشوبير على الدكة وقت ما يكون شوبير هو اللي هيلعب الماتش. واحنا مش عارفين دي كانت امتى موجودة في النادي الأهلي، لما تكون حارس مرمى كبير وقائد وكابتن فريق او اي لاعب كبير يتم استبعاده من ماتش لزميل ليه في نفس المركز، يوم هو طالب اللي هو يخرج بره القايمه. انا ما اعرفش في عرف مين اليومين دول، وهو سبحانك يا رب قد يكون اللي بيحصل فيه ده ربنا رايد اللي مصطفى شوبير يبقى حق بحراسه مرمى النادي الاهلي، لان هو بجد موهوب وبجد يستحق اللي هو يبقى موجود. اما بقى بالنسبه لمجموعه اورلاندو اللي اتعقدت بسبب الشناوي برضك، واللي احنا ما ينفعش ننساه، واللي هو هيخلص علينا شكله في بطوله دوري ابطال افريقيا دي لو استمر في حراسه مرمى النادي الاهلي. مجموعتنا بقت عباره عن اورلاندو بايرتس في المركز الاول بثمان نقاط، الاهلي 7 نقاط في المركز الثاني، شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 6 نقاط. اورلاندو عندها ماتش مع الاهلي وماتش مع بلوزداد. فاحنا يا كولر بنقول لك عشان نوفر عليك وجع اي دماغ او وجع قلبنا تاني، انت لازم تكسب الماتشين. لو ما كسبتش الماتشين تتعادل ماتش وتكسب ماتش. ما ينفعش الماتشين دول ما تاخدش منهم 4 نقط. انا بقول لك لو ما خدتش من الماتشين 4 نقط احنا كده فرصه سعيده. لو اعتمدت اللي انت حتى تطلع من الماتشين ب3 نقط هتحط نفسنا في مأزق جامد جدا. عنده هتيجي تلعبك في ملعبك على الاقل عايز تاخد منك نقطه، وهتعوز تكسب بلوزداد، ولو اتعادلت معاك واتعادلت مع بلوزداد يبقى عندها 10 نقط. وبلوزداد عندها استاد ابيجان في ملعبها هتكسبهم مرتاح جدا، وهتيجي مع اورلاندو لو اتعدت معايا يبقى عندهم 10 نقط، وانت نفس الكلام تحطنا في نفس المأزق 10 نقط، ونستنى مين بقى مع مين ومين على مين. انا بقول لك يا عم كولر، لو انت ما خدتش 4 نقط من ماتشين يبقى اللي عوض في البطوله دي، وساعتها هنكون اللي خلصوا علينا كهربا والشناوي، واحد في كاس القارات للانديه وواحد في بطوله دوري ابطال افريقيا. وبعديها احنا مش هنسمي على حد، وبنقول شكرا يا شناوي اللي انت شكلك هتخلص علينا خالص. سلام.